السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا مجموعة من الخلاخيل اللي احنا ممكن نقدر ننفذها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، تنفع للمصايف وتنفع كمان لجو الصيف، وكمان ممكن تكون ترند لسنة 2023، لان هي طبعا داخل فيها مجموعة من الخرز برضو اللي هو تفسيرة، لان طبعا التفسير يعتبر ترند. اول فكرة معانا هتكون من خرز التفسيرة، وهو عبارة عن خلخال بالشكل ده كده من خرز التفسيرة. هو عبارة عن دورين. الدور الاول من خرز التفسيره بالشكل ده كده، طبعا احنا عاملينه على واير. اول حاجه احنا بيبقى عندنا قطعه من الواير طولها حوالي 19 سنتي، بنبدا نقفلها من ناحيه بالاستوبر وكفر الاستوبر بالشكل ده كده، وبعد كده بنبدا نرص مجموعه من خرز التفسيره الملون، يعني حوالي 8 سنتي بالشكل ده كده. وبعد كده نبدا نحط واحده خرزايه تفسيره اسود، وبعدين نحط الشكل القلب ده، الشكل القلب ده بالشكل ده كده. وبعد كده بنحط كمان واحدة من خرز التفسيرة الاسود، وبعد كده بنرص تاني مجموعة من خرز التفسيرة اللي هو في ال9 سنتي اللي باقيين، عشان احنا هنعمل هنا 19 سنتي اول دور. وبعد كده بنبدأ نقفله بالاستوبر وكفر الاستوبر من الناحية التانية بالشكل ده كده. يبقى ده كده اول دور عملناه من خرز التفسيرة، واستخدمنا معاه اللي هي قطعة القلب المعدن دي بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب قطعة من السلسلة، اي نوع سلاسل موجوده عندنا، ممكن نستخدم اي شكل. انا استخدمت الشكل ده كده اللي انا قلت لكم في فيديو المشتريات اللي انا اشتريتها، اللي هي السلسله اللي هي بالشكل ده كده. فناخد السلسله دي، يعني مقاسها هيبقى حوالي 23 سنتي، يعني دي 19 سنتي الاولانيه، والتانيه هتبقى 23 سنتي تقريبا. وبعد كده بنبدا ان احنا نثبت فيها العين اللي هي في النص دي كده. نبدأ في النص بنثبت اللي هو العين اللي هي بالشكل ده كده. دي العين دي كنت انا جايباها من اولاد مزار. العين دي بتبقى حلوه برضو قوي لو احنا حطيناها كدلايه يعني صغيره كده في الانسيال او في خلخال، بيبقى شكلها مميز وشكلها حلو احسن من العين يعني التانية العاديه. يعني دي صغيره شويه كده بيبقى شكلها مناسب وشكلها افضل. ونعمل كمان عندنا واحدة خرز تفسيرة في مسمار، ونحطها كده في السلسلة اللي عندنا. ونعمل كمان برضو واحدة مسمار فيها خرز تفسيرة الاسود. انا اخترت الاسود عشان يكون ماشي مع اللون العين، بيبقى بالشكل ده كده. يبقى بالشكل ده كده، يبقى ده اول موديل معانا. وبعد كده طبعا احنا بعد ما نخلص، طبعا احنا قلنا دي 23 سنتي، وبعد كده بنبدا ان احنا نعملهم الاتنين مع بعض بقى من ناحيه في زردة. طبعا بنقفل الاتنين مع بعض من زردة، وبعد كده بنحط معاهم القفل بتاعها. بنحط القفل، وبعد كده بنبدا ان احنا نعمل الناحيه التانيه بنفس الطريقه برضو في زردة. وبنبدا نعمل هنا ثلاثه من الزرد كده جنب بعضه، بنطولها شويه، وبعدين في النهايه بنحط مسمار في خرز التفسيره الاسود بالشكل ده كده. وده يبقى الموديل الاولاني من الخلخال اللي انا قلت لكم عليه من خرز التفسيره، بيكون بالشكل ده كده. ده اللي هو الموديل الاولاني من خرز التفسيره، والسلة اللي هي الاستانلس ومعاها العين الصغيره، وعملنا مسمار وفي خرز التفسيره الاسود، واحده من الناحيه دي واحده من الناحيه دي بمسافه متساويه. ومن ناحيه هنا طولنا شويه بشويه من الزرد، وحطينا واحده من خرز التفسيره الاسود برضو. تاني موديل عندنا اللي هو عباره عن برضو خلخال دورين، برضو هيبقى خلخال دورين. قدمنا هنا شكل من الفراشة كده بالشكل ده كده، برضو الشكل ده حلو جدا، الفراشة دي حلوة قوي. كنت انا جايبها برضو كده من اولاد مزار بالشكل ده. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنقص الدور الاولاني من، يعني ناخد سلسلة دور اول هتبقى 19 سنتي السلسلة اللي هي في الدور الاول. بعد كده بعد ما نقطعها بنبدأ ان احنا نقسمها نصين، ونحط في نصها الفراشة اللي انا وريتها لكم دي، اللي هي بالشكل ده كده. نثبتها باتنين من الزرد اللي هو الصغير. بعد كده بنبدأ ان احنا نعمل الدور التاني من سلسلة، بنقص سلسلة تانية بنفس الشكل، سلسلة حوالي 23 سنتي. بعد كده بنبدأ ان احنا نثبت الجزئين قدامنا كده. ده اللي هو الموديل طبعا انا قلت لكم الدور الاولاني 19 سنتي، والدور التاني حوالي 23 سنتي، يعني المقاس ده بيكون كويس. ممكن نكبر عن كده، بس هو يعني المقاس ده يعني بالنسبة للبنات بيكون مقاسه حلو، او المقاس بتاعه مفضل. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا خدنا هنا 19 سنتي اللي هو الدور الاول،
الدور الاول ده 19 سنتي، والدور التاني ده هناخده 23 سنتي. الدور التاني احنا طبعا قلنا الدور الاولاني احنا قسمناه نصين وحطينا فيه الفراشه وثبتناها باتنين من الزرط في الجناب. والدور التاني هنبدا نجيب الشكل اللي هو القوقع ده. والدور التاني بيبقى فيه يعني ممكن يكون اي كده شكل كوين او اي شكل صغير ينفع عندنا. احنا استخدمت هنا اللي هو الشكل القوقع ده بالشكل ده كده. حطينا 3 بنفس الشكل فيه في الدور التاني، يعني بنحطه تحت الفراشه بالظبط كده. يعني اول حاجه هناخد اللي هي في النص بالشكل ده كده، حاجه احنا هنفردها قدامنا كده. هنحط الاولانيه تحت الفراشه بالشكل بنفس المسافه كده تحت الفراشه في الدور التاني اول واحده، وبعد كده التانيه بتبقى يعني مثلا فرق 2 سنتي او 3 سنتي، وهنا برضو 2 سنتي او 3 سنتي. بنحط الجزء ده اللي هي القوقعه دي بالشكل ده كده. وهنا في الجنب بقى بنبدا ان احنا نحط 3 من الزرد فوق بعضه كده، ونحط واحده من الصدف في النهايه بالشكل ده كده، او ممكن اي شكل صغير من المعدن ينفع. لو الشكل ده مش متوفر ممكن نستخدم اي شكل تاني. ده نوع تاني من الخلخال اللي هو مناسب لصيف 2023، وكمان ينفع للمصايف. بالنسبه للخامات اللي احنا مستخدمينها والطريقه بتبقى لو بسيطه جدا واي حد ممكن ان هو يقدر ينفذها. تالت موديل معانا معمول برضو من دورين، استخدمنا فيه ده الشكل بتاعه. استخدمنا فيه الدور الاول استخدمنا من الكريستال الصغير اصغر مقاس من الكريستال الملون. انا كنت قلت لكم ان احنا ممكن نجيبه كده افرع، وممكن ان احنا نعمله ميكس من جميع الالوان. اللون اللي بيبقى موجود فيه كل الالوان احنا ممكن نقدر نعمله. طبعا مبقاش فيه فروع ملونه من الصغير ده، احنا بنجيبه بنعمله ملون زي ما كنت انا قلت لكم قبل كده ازاي بجيبه وازاي بعمله ميكس مع بعضه كده. يعني بناخد من كل فرع لون، الاخضر والاسود وحاطين الاحمر، وفي كمان هنا احمر فاتح وبني واصفر، في الوان كتير وروز برتقاني، في الوان كتير وذهبي، وطبعا في فضي برضو هنا اهو. فاحنا ممكن نعمل ميكس كده الوان ونيجي نعمل منه شكل زي الشكل ده كده مثلا. بنستخدم فيه الكريستال الملون بالشكل ده كده، ونبقى حاطين فيه كل الالوان. فبنعمل اول حاجه ان احنا بناخد المقاس الاولاني برضو على قطعه من الواير، بنقطع قطعه من الواير حوالي 19 سنتي، ونبدا نقفلها هنا بالاستوبر وكفر الاستوبر. وبعد كده نبدا نرص هنا الكريستال الملون اللي قلت لكم عليه ده، وده اصغر مقاس من الكريستال حوالي 8 سنتي. نبدأ نحط هنا الكريستالة الفضي بالشكل ده كده بعد ما حطينا الكريستال الملون. بعد كده بنحط واحدة من اللولي اللي هو المقاس 6، او بعد كده بنحط واحدة تانية من الكريستال الفضي بعدها. وبعد كده نبدأ نحط الكريستال الملون بالشكل ده كده اللي هو 9 سنتي اللي هم الباقيين. وبعد كده نبدأ بنقفل بعد كده بالاستوبر وكفر الاستوبر في النهاية. ده يبقى الدور الاولاني اللي هو من الكريستال بالشكل ده كده، بيكون من الكريستال بالشكل ده. والدور التاني بيكون عندنا سلة اللي هي السمراء اللي هي بالشكل ده كده. ده نوع من انواع السلاسل بيكون فيه جزء كده فضي يعني زخرفه كده من الجناب بشكل من الفضي كده بالشكل ده كده، يعني مش اسود ساده، فيها داخل فيها فضي برضو بالشكل ده. وبنحط هنا كمان عندنا اللي هو الشكل الدولفين ده، عاملينه برضو في مسمار بالشكل ده كده. ده اللي هو الدولفين عاملينه في مسمار وحطيناه في السلسله. حطينا 3 من الدولفين كده بالطريقه دي كده. برضو هنا بنحطه اول واحده بتبقى في النص اللي هو الدولفين بيكون اول واحده في النص. بعد كده بنحط واحده بعدها ب5 6 حلقات كده مثلا، واللي في الناحيه التانية بتبقى نفس الطريقه بعدها بنفس المسافه، يعني عشان يكونوا الاثنين يكونوا في ابعاد متساويه بالشكل ده كده. ويكون ده اللي هو الدور التاني من الخلخال اللي احنا عاملينه بالشكل ده. الدور الاولاني من الكريستال والدور التاني من السلسله الالمونيا السوداء. وحاطين هنا في الجنب 3 من الزرد، وحاطين اللعبه اللي هي النجمه بالشكل ده كده في النهايه. ويكون ده اللي هو الموديل الثالث عندنا من الخلخال اللي هو من الكريستال والسلسله الالمونيا السمراء بالشكل ده كده. الخامات المستخدمه في الثلاث اشكال طبعا حاجات بسيطه يعني غير مكلف، والخامات بتاعته بسيطه جدا وطريقته سهله وبسيطه لاي حد مبتدئ ممكن هو يقدر ينفذها بطريقه سهله جدا. طب احنا ازاي نقدر ان احنا نغلف او نكيس الخلخال، او ايه هو الشكل الكروت بتاعه الخلخال؟ كنت انا وريتكم في فيديو المشتريات بتاع الكروت مجموعه من الكروت اللي هي زي دي كده، دي ممكن ان هي تنفع للخلخال بالشكل ده كده.
تبقى دي حلوه جدا لو احنا نفذناها او احنا جبنا منها نحط فيها الخلخال بتاعنا. بيبقى الشكل بتاعها بالشكل ده كده، وبيكون فيها من الناحيه دي كده يعني فتحه كده من ناحيتين كده بالشكل ده كده. احنا نبدا ندخل منها الخلخال بتاعنا، يعني احنا ممكن مثلا نثبته عليها بالشكل ده كده. هنبدا نجيب الكارت بتاعنا كده اللي هو بتاع الخلخال، ونبدا ان احنا نثبت فيه الخلخال من الجناب كده. ممكن نقصره او ممكن نطوله يعني بالشكل ده كده. ممكن ان احنا نقيسه بالطريقه دي كده، او نحطه على الكارت يبقى بالشكل ده كده اللي هو الخلخال بالشكل ده. ممكن يبقى بالشكل ده كده يتعلق زي ما هو كده من الجزء ده كده، ونجيب له كيسه بنفس المقاس. احنا طبعا جبنا الكارت، ممكن ان احنا نجيب كيسه من اللي هي الشفافه العاديه، مش لازم نجيب اللي هي المستورده اللي هي فيها ورقه بيضه. ممكن نجيب كيسه عاديه، نجيب المقاس بتاعها مناسب مع العرض بتاع الكارت ده، يعني بيكون اعرض شويه، يعني قيمه سنتي عن، يعني مثلا ده لو عرضه 2 سنتي او 3 سنتي، خلي الكيسه 4 سنتي تقريبا، او يعني بيبقى فرق نص سنتي تقريبا، بحيث ان هو يكون مناسب مع الكيس، يكون مناسب مع الكارت ما يكونش واسع قوي بالشكل ده كده. ده اللي هو شكل الانسيال على الكارت. ممكن برضو نغلف اللي هو الشكل ده على الكارت برضو بنفس الطريقة. برضو بنجيب الكارت وده يبقى شكله على الكارت بالشكل ده كده. ده الموديل التاني اللي هو من الكريستال، واستخدمنا معاه السلسلة الألمونيا السمراء بالشكل ده. برضو الشكل التالت اللي هو من خرز التفسيرة، ممكن ان نثبته، نبدأ ان احنا نثبته على الكارت، وده يكون شكل الموديل بتاع خرز التفسيرة اللي هو مكون من خرز التفسيرة والسلسلة اللي هي الستانلس بالشكل ده كده. ده بعد ما نحطه على الكارت بتاعه بالشكل ده. ده اللي هو الشكل النهائي ليه بعد ما احنا نحطه على الكارت بتاعه. طبعا احنا قلنا بالنسبة للكيس بنجيب الكيس بتاعه بيكون اعرض شوية عن الكارت بحيث ان هو يكون مناسب مع الكارت. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا من الفيديو والموديلات الجديدة عجبتكم، يعني افكار خلاخيل تنفع للصيف ولسنة 2023. واستخدمنا فيها خرز التفسيرة، واستخدمنا فيها الخرز الكريستال الصغير، وكمان عملنا خلخال من السلاسل دورين. يا رب يكون الموديلات الجديدة او الموديلات بتاع النهارده من الخلاخيل عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.